أهلا بكم مستمعين الكرام في تحليلنا اليوم. في خبر جديد ومفرح بصراحة لكل محبي كرة القدم والمشاريع الرياضية في المغرب. بنتكلم تحديدا عن تطورات ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة الرباط. المعلومات الأخيرة بتقول إن الأشغال ماشي بشكل ممتاز. فعلا في حركة واضحة هناك، والشيء الأبرز مؤخرا هو البدء الرسمي في تركيب الكراسي في المدرجات. أخيرا خطوة ملموسة، وشفت إنهم بدأوا يركبوا الكراسي ولونها أحمر. صحيح، اللون الأحمر طبعا مش اختيار عشوائي، ده بيرتبط مباشرة بهوية نادي الفتح الرباطي، نفس لون شعارهم وتيشيرت الفريق. والمثير للاهتمام إنه منظر الكراسي الحمراء دي بدأ فعلا يدي شكل جميل للمدرجات، كأنها لوحة فنية بتتكون. العملية كمان ماشية بسرعة. تمام، نقطة السرعة دي مهمة. المصادر بتقول إن الوتيرة سريعة جدا. هل ده معناه إن في مثلا جدول زمني معين لازم يلتزموا بيه؟ هو واضح إن في تركيز كبير على سرعة الإنجاز. الكلام عن تسخير كل الإمكانيات عشان يخلصوا تركيب العدد الكلي للكراسي في وقت قياسي، والصور اللي شفناها بتوضح إن جزء كبير، نسبة ملحوظة من كراسي الدور السفلي خلاص اتركبت بالفعل. ده شيء مبشر جدا. أكيد، وده بيخلينا نفكر إن الهدف أكبر من مجرد الانتهاء من الشغل. يمكن الاستعداد لمواعيد قادمة أو تطبيق معايير معينة بكفاءة عالية وفي وقت قليل. وده يوصلنا لنقطة تانية. الكراسي دي بالرغم من أهميتها هي جزء من صورة أكبر، من استعدادات أوسع زي ما ذكرته المصادر. إيه هي العناصر التانية اللي بيشتغلوا عليها في نفس الوقت؟ صحيح، تركيب الكراسي هو الأوضح دلوقتي للناس، لكن في منظومة متكاملة بتتجهز. العمل ماشي كمان على تفاصيل تانية أساسية عشان الملعب يوصل لمعايير عالية، ممكن تكون معايير الكاف أو حتى الفيفا للملاعب اللي تقدر تستضيف ماتشات دولية أو قارية. زي إيه مثلا؟ بنتكلم عن تجهيزات زي لوحات الإشهار الإلكترونية الحديثة. دي مش بس شكلها حلو، لأ، دي بتعزز تجربة المشاهدة، وكمان ممكن تكون مصدر دخل إضافي للنادي. فهمت. طيب، والمصادر ذكرت كمان كابينات خاصة. ممكن توضحي أكتر إيه المقصود بيها؟ أغلب المقصود بيها تجهيز مناطق متخصصة ومهمة جدا في الملاعب الحديثة، زي مقصورات كبار الشخصيات VIP والمناطق المخصصة للإعلاميين والمصورين. دي بقت ضرورية عشان تصنيف الملاعب نفسها. ده غير طبعا الشغل على تحسين مداخل الجمهور وتطوير المرافق الصحية. كل دي حاجات أساسية لتجربة جماهيرية مريحة وآمنة، وكمان لتلبية متطلبات تنظيم المباريات الكبيرة. تمام، يعني اللي بنشوفه ده مش مجرد خلينا نقول تجديد سطحي، لا، ده أقرب لعملية تحديث شامل للملعب عشان يواكب متطلبات كرة القدم الحديثة. وده يبدو منطقي جدا، خصوصا مع طموحات نادي الفتح الرياضي الكبيرة اللي بنسمع عنها سواء محليا أو قاريا. ملعب بمواصفات عالية ده شيء أساسي. بالظبط، الرؤية هنا أوسع من مجرد توفير ملعب للفريق يلعب عليه. ده استثمار في بنية تحتية رياضية تقدر تنافس وتستضيف، وأهمية الموضوع ده بتتجاوز نادي الفتح الرباطي نفسه، لتشمل المشهد الكروي المغربي كله. كل ملعب حديث بيضاف لرصيد المغرب بيعزز قدرته على استضافة وتنظيم فعاليات رياضية أكبر في المستقبل. إذن نقدر نلخص النقطة الأساسية اللي شفناها النهاردة في إن ملعب الأمير مولاي الحسن بيشهد عملية تحديث سريعة وشاملة، وتركيب الكراسي الحمراء هو أول علامة واضحة على ده، وبتقرب أكتر من الجاهزية المطلوبة للمستوى العالي. تماماً، وده بصراحة بيفتح باب لنقطة أعمق شوية نفكر فيها بعيداً عن تفاصيل الأشغال نفسها. إحنا شايفين دلوقتي موجة اهتمام بتحديث البنية التحتية للملاعب في المغرب بشكل عام. السؤال المهم هنا هو كيف الاستثمار المادي الملموس ده هيترجم فعلاً لتحسين حقيقي في تجربة الجماهير نفسها جوه الملعب؟ وهل ده هينعكس بشكل إيجابي ومباشر على أداء الفرق المغربية وقدرتها التنافسية في الفترة الجاية؟ أعتقد ده هو الرهان الحقيقي.